السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ قبل اي حاجه متنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتصلي على النبي محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله في الكومنتات. تمام؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم على ماتش الزمالك ووادي دجله. ماتش الزمالك ووادي دجله مفاجاه باسم نادي الزمالك، بتاريخ نادي الزمالك، ان فرقه تبقى لسه صاعده من الدرجه الثانيه تعمل ماتش عليك كده، مش ان هي تكسبك وخلاص، مش اللي هي فرقه كانت بتلعب زون ديفنس وكلهم تحت الكوره وكره تطبيش، ان هو بيطفش الكوره جاب فيك جون، او ان انت حاولت على المرمى وما عرفتش تجيب جون. كل ده ما حصلش. اللي حصل ان النهارده لو هنحط عنوان للفيديو: الزمالك بلا روح، بلا هويه، بلا عنوان. تمام؟ ده اول حاجه. نتكلم بقى في الماتش والحالات اللي في الماتش. اول حاجه الزمالك، اول غلطه للمدرب يانيك فيرا النهارده التشكيل. انت ليه بتلاعب عبد الله السعيد مركز 6 وسيف جعفر 8؟ انا دلوقتي حصل لي ظروف ان انا لعيب زي محمد شحاته اتصاب قبل الماتش، وانا كنت المفروض ان انا مجهزه عشان يلعب مركز 6 ولعبها قبل كده عشان دونجا ايقاف. تمام؟ دلوقتي انت لما جربت صلاح مصدق في الماتشات اللي قبل كده، اذا كان ماتشات وديه او ماتشات في الدوري، لعبته مركز 6. تمام؟ ليه ما بداش بيه النهارده؟ ليه انا جايب لعيب اجنبي بقبضه بالدولار بحطه دكه، مع ان هو صلاح مصدق هيأدي احسن من عبد الله السعيد في مركز 6، لان عبد الله السعيد مش مستحيل يديك 6. تمام؟ يعني عبد الله السعيد مستحيل ينزل يقابل، ما ينفعش. نتكلم في حاجه ثانيه. سيف جعفر ليه يلعب 8؟ يعني انا لو كنت لعبت صلاح مصدق 6 وسيف جعفر بره التشكيل بره السكور بالمستوى بتاع النهارده، او عامه ده مستواه، تمام، ولعبت عبد الله 8، كان زماني دلوقتي انا على الاقل الملعب عندي مظبوط. تمام؟ لكن مفيش الكلام ده، وحتى تغييرات المدرب ما كانتش على المستوى. هنبدا الحالات بالجون بتاع الزمالك. الجون بتاع الزمالك جه نتيجه عن ايه؟ عن اللي بيحصل كل ماتش. اللي هو ايه اللي بيحصل كل ماتش؟ الضغط العالي الشرس. يعني ايه ضغط عالي شرس؟ يعني ضغط ايجابي، ما بحلقش على الكوره. يعني اللعيبه مش واقفه تتفرج على البساط، هي بتضغط ضغط عالي بس واقفه تتفرج، لا، اللعيبه بتضغط. يعني اخوان بزيره ضغط، حاول يقطع الكوره، ناصر ماهر كمل، عدي الدباغ كمل، وهقف عند عدي الدباغ دوت لغايه لما قطع الكوره وجت جول. تمام؟ انا بقى المفروض قبل ما اتكلم على عدي الدباغ جبت جول بسبب الضغط العالي، اللي هو انا عرفت ان لعيبه الزمالك لما بتضغط ضغط عالي، اذا كان لما ضغطنا ضغط عالي في ماتش مودرن، لما ضغطنا ضغط عالي في ماتش فاركو جبنا جول. تمام؟ او نتج عنه حاجه خطيره. النهارده انا ضغطت ضغط عالي على وادي دجله، وده ده الطبيعي، يعني هو ده الطبيعي اللي يحصل، وجبت جول. ليه ارجع؟ ليه اقوم مخلي اللعيبه كلها ترجع تحت الكوره ونقابل من الثلث الاخير بتاعنا؟ لا، مش الزمالك اللي يعمل كده، مش الزمالك اللي يرجع في الثلث الاخير يدافع ومن اول ربع ساعه. ليه؟ انا ليه ابص على الاستحواذ النهارده هتلاقيه 60% وادي دجله، 40% الزمالك؟ يعني حتى انت مش سايب له الكوره وانت كسبان، ان هو انت بتمشي الماتش على مزاجك، اللي انت مقسم الماتش مثلا، لا، انت جبت الجون قمت راجع ورا الكوره، واللعيبه بتاعتنا بدات بقى حالات الاستهتار تحصل. اول حاله في حالات الاستهتار عدي الدباغ. عدي الدباغ النهارده في الكوره بتاعت الجون، هي دخلت الجون، بس في الكوره بتاعت الجون يعني نفسي افهم حاجه. انت كنت اقرب من ناصر، ماهر، ليه ما رحتش خدتها؟ يعني انت كمهاجم المفروض تبقى انت اناني، كمهاجم انت اناني، ليه ما رحتش خدتها؟ ليه ما قطعتش انت على الكوره؟ كان هي عشان تسجل، المفروض انت عايز تسجل اول هدف ليك بتيشيرت نادي الزمالك، تثبت نفسك. بس اللي انا شايفه من لعيب زي عدي الدباغ، كلمه هتبقى صعبه شويه، لا، هو لعيب طري، لعيب نايم، يعني حتى ما ينفعش يبقى لعيب محطه. تمام؟ يعني النهارده عدي الدباغ اثبت لي ان هو ممكن يبقى مقلب، ان هو ممكن واحد من الاهلاويه يطلع يقول لك الحمد لله ان هو ما ردش على 1907. تاني حاجه هنتكلم عليها هي سيف جعفر. سيف جعفر لا يصلح للعب في نادي الزمالك، لان هو ما عادش لعيب ناشئ. يعني سيف جعفر مش لعيب ناشئ، لا يصلح للعب في نادي الزمالك، ولا يصلح
للعب في الدوري الممتاز عامه. انا لعيب زي سيف جعفر ده، انا في كوره في الشوط الاول المفروض انت مركز 8 مركز 6 الله اعلم، لان انا في وسط الماتش انا مش عارف مين بيلعب 6 ومين بيلعب 8، لان الاثنين مركزهم 8، يعني الاثنين بيلعبوا مركزهم 8. انا ما اعرفش بقى مين اللي كان بيلعب 6. فيا سيف يا جعفر لو انت بتلعب 6 فالكره في باص المفروض ان الملاعب بتاع وادي دجله بيكسر بيه الخطوط بتاعتك، بيدي كوره في ظهر الخط بتاعنا، هو خط نص الملعب اللي كان مستباح. نص الملعب بتاعنا النهارده كان مستباح عشان خاطر المدرب نشف دماغه او ما قراش الماتش صح او استهتر بالفرقه اللي كانت قصاده، تمام، او ما ذاكرش الفرقه بتاعت وادي دجله، تمام. انا لما لعيب زي محمد عبد العاطي بقى له 10 15 سنه في الدوري يبقى ماسك نص ملعبنا ومش عارفين نطلع بالكوره، لا يبقى احنا فينا حاجه غلط اذا كان لعيبه او مدرب، تمام. الكوره بتتبصى من قدامك انت واقف تتفرج عليها وراحت للعيب بتاع وادي دجله هتعمل هجمه خطر عليك، انت واقف تتفرج على الكوره سيف، يعني انت واقف بتتفرج على الكوره، انا ما اعرفش انت كنص ملعب يعني انت حتى ولا قفلت زاويه تمرير ولا حتى ضغطت على اللعيب اللي الكوره رايحه له، لا انت وقفت اتفرجت على الكوره وبعد ما الكوره وصلت للعيب انت افتكرت تجري، تمام. نيجي لحاجه ثانيه، انت دلوقتي نص الملعب بتاعك في اول نص ساعه في الشوط الاول اتلاقيته يا عم الحاج مستباح، اتلاقيت نص الملعب بتاعك مستباح، تمام. ليه ما راجعش نفسي وانزل صلاح مصدق؟ انا ليه انزل محمد السيد اللي هو بعيد عن الملعب وانا مغلوب 2 انزل محمد السيد ليه؟ تمام. وليه لما بتيجي تعمل تغييرات بتقوم مغير بالثلاثه؟ يعني انت غيرت 3 لعيبه وفي نفس الوقت لما غيرت 3 لعيبه اللعيبه دي هتبقى محتاجه وقت عشان تخش في الماتش، فانت همت الفرقه ليه؟ تمام. يعني انت كل اختياراتك وكل ادارتك للماتش النهارده غلط في غلط، يعني كل ادارتك للماتش النهارده انت كمدرب اجنبي لا تصلح، مش عايز اقول لا تصلح من دلوقتي، بس انا حاسس ان انت مقلب، ما اعرفش ليه انا حاسس ان انت مقلب زيك زي عدي الدباغ، يا رب يخيب ظني فيكم انتوا الاثنين، تمام. احنا دلوقتي زي ما كنا بنقول انت جبت جون، ليه ما اضغطش؟ ليه ما اجيبش الثاني؟ ليه انزل تحت الكوره؟ ليه ما اضغطش؟ انا مش عارف انا ليه ما اضغطش. وبجمله اللعيبه النهارده عبد الله السعيد، طبعا عبد الله السعيد النهارده سواء مركز 6 او مركز 8 انت كل الكور اللي طلعت من رجلك اذا كان كور طويله او كور قصيره كلها وحشه، كلها غلط، كلها مس باص، يا جامده يا بعيد عن اللعيب اللي الكوره بتتبصاله. هو في حاجه غلط وانت متعصب من اول الماتش، هو في حاجه غلط في الفرقه، ايه هي؟ انا ما اعرفش ايه الغلط اللي في الفرقه، انا ما اعرفش، تمام. كده كده يعني كل اللعيبه النهارده عندها اخطاء، يعني كل اللعيبه يعني بلا استثناء، تمام. من اول طبعا عمر جابر، يعني عمر جابر النهارده انا ما شفتش عمل عرضيه من ايام ما انا كنت في ثانويه عامه، انا ما شفتش عمر جابر رفع عرضيه، تمام. الونش لا، الونش لازم نقف عندك وقفه عشان انت لعيب كبير المفروض وكابتن من كباتن الفرقه، المفروض مش ده اللعيب اللي يستفزك، يعني انت كونش بتاريخك او بخبرتك مش ده اللعيب اللي يستفزك. انا مش بقلل من اللعيب على دماغي، لا، بس ده خبرته اقل من خبرتك 100 مره، ده لسه سنه اولى دوري ممتاز. لعيب زي ده يستفزك ويخرجك بره الجيم ويخليك حتى على الاقل يا عمي انت خدت طرد، انت فاهم؟ واحنا مغلوبين انت خدت طرد، انت ما خدتش طرد واحنا كسبانين، لا ده انت خدت طرد واحنا مغلوبين، يعني انت واحد دلوقتي سبب من اسباب الهزيمه، تمام. فراجع نفسك، لان بجد انا لو المدرب، لو انا مكان المدرب انت هتقعد ومحمد اسماعيل يلعب، لازم اللعيبه تحس ان لا انا هلعب، مش مفيش غيري، لا في غيرك وفي غيرك يلعب. وحسام عبد المجيد يا تجدد يا تقعد ايه، تقعد دكه، يا تجدد يا تقعد دكه، انما هتفضل كل الكور العاليه انت عمال تتنطط بس مفيش كوره طالعه من ورا على الارض، صح؟ ما ينفعش يعني انت بتلعب في نادي الزمالك، انت ما بتلعبش في اي فرقه ثانيه، بتلعب في نادي الزمالك، فرقه كبيره، فرقه بتلعب على بطولات، تمام. نيجي ومحمود بن تايج النهارده ما كانش في افضل حالاته، بس الروح اللي فيها محمود بن تايج
يا رب تبقى في نص لعيبه الزمالك، هنكسب اي ماتش. سيف جعفر طبعا انا اتكلمت عليه، عبد الله السعيد اتكلمت عليه، ناصر ماهر. دلوقتي يا ناصر انت في كورتين انا هتشل منهم، ولازم حد يرد عليا، يعني حتى على الاقل حد يكتب لي في الكومنتات ايه اللي يعني ايه المغزى من اللي ناصر عمله. تمام، يعني اشرح لي اللي ناصر عمله، يعني اللي هيكتب لي في الكومنت يكتب لي كومنت يشرح لي اللي ناصر عمله في الكورتين. طبعا اول كوره انتوا هتبقوا عارفينها ايه هي الكوره. الكوره اللي اتعرضت وصلت لناصر ماهر، والمفروض كان يحطها لمحمود بنتايج، وقام هو بعد ما كان خلاص الكوره بقت على شماله يعني مش على عدلته هيديها لمحمود بنتايج، لا اما رجع تاني يعدلها على يمينه، اتقفل عليه الثلاثه وشاطها فيهم، شاطها في جسم اللعيبه. تمام، دي كوره يا ناصر يا ماهر. انت لعيب اناني، انت دلوقتي بتلعب في الزمالك في لعبه جماعيه مش لعبه فرديه. انت مش اللعيب اللي هتبقى الجماهير هتلتف حواليك وهتبقى انت اللي شايل الفرقه، مش انت. بانانيتك دي مستحيل يحصل. ممكن نشيلك، ممكن نلف حواليك، ممكن نسندك وندعمك لو انت بتلعب لصالح الفرقه مش لصالح الصيت بتاعك انت بس. تمام، نيجي لكره ثانيه. الكره الثانيه دي هجيبها لك لقطه. تمام، اللقطه ايه؟ اللقطه دلوقتي الكره مع بيزيرا، عدى واحد عمر جابر لعبها له، عدى واحد ورايح، المفروض ان الكره دي تحول هجمه مرتده رايحين على الجون. تمام، واحنا كسبانين 1-0. الكره برضو واحنا كسبانين 1-0. ايه اللي يحصل؟ المفروض انت كناصر ماهر، انا هجيبها لك دلوقتي في اللقطه وهشاور لك بالسهم في المكان اللي هو المفروض يجري فيه. ليه هتجري في المكان ده؟ عشان لما هتجري في المكان ده انت اللعيب المدافع اللي بيجري وراك انت خدته خلاص، فضيت مكان لبيزيرا، فضيت لي مكان لعيب تاني مكانك هيجي يكمل. تمام، ما عملتش زحمه في الحته اللي المفروض ان اللعيب اللي معاك الكوره اللي هو بيزيرا رايح لها، لا انت قفلتها عليه. قمت انت عامل ايه؟ لا انت كملت في خط مستقيم، كملت جري واستنيته هو يلعب لك الكوره. هو فعلا لعب لك الكوره، هو عشان لعيب ذكي كان ممكن يجي من وراك. تمام، بس هو عمل ايه؟ قام هو اهو في الكوره هو دخلك جوه الملعب ورايح لوحده. تمام، وهيقابل واحد على واحد، وانت عارف لما لعيب زي ده واحنا جربناه لما هيلاعب واحد على واحد ايه اللي هيحصل؟ تلعبها له، لا انت عملت ايه؟ انت رجعت ورا، انت رجعت بالكره ورا، ضيعت هجمه. كره زي دي، كره زي دي تفصيله صغيره اللي هو لو انت كنت لمست اللمسه دي لبيزيرا خلاص اللاعب راح واحد على واحد مع المدافع، خليه يطلعها بره. بس انت الصح انت عملته، هو نحاسبه، انت الصح انت عملته في الكوره، لكن انت ما اديتناش فرصه ان احنا نشوف الصح اللي انت عملته اساسا. نيجي عايز اتكلم في تفصيله بسيطه كده، المدرب بتاع وادي دجله كان بيعملها، ولاعيبتنا والمدرب بتاعنا كانوا زي ما بتقول كده ايه وقعوا في الفخ. تمام، لعيبه الزمالك وقعت في فخ لعيبه وادي دجله ومدرب وادي دجله. مدرب وادي دجله عارف ان هو مش هيجاريك كوره، عارف ان هو مش هيجاريك كوره، هيجاريك كوره دي صعب، مع ان الشوط الثاني لما جراك كوره وبقى عنده الجرأه كسبك. تمام، وما عرفتش تعمل عليه هجمه، واستحواذه كان اكتر من استحواذك. تمام، واستحواذه كان ايجابي واستحواذك كان سلبي. يعني حتى ال 40% اللي انت استحوذتهم استحواذك سلبي، ما عملتش هجمه وما شطتش الشوطه. تمام، الشوط الاول كله لو حد لاحظ كان كله اوتات، اوت يمين او اوت شمال. اللعيب انا مش عارف اسمه اللي هو لابس الخوذه ده اللي هو الواقي، يعني اللعيب ده الاوت بتاعه زي الاوت بتاع محمد الشيبي. انا دلوقتي كمدرب شفت ان فريق وادي دجله تلعب على الاوتات وبيرمي لك ثلاثه قدام صبحي، بيرمي ثلاثه قدام صبحي وبيسيب لعيبه الزمالك فاضيه، يعني هو بيرمي ثلاثه قدام صبحي. تمام، وبدل ما اتكررت مره اتكررت 10، لدرجه ان محمد صبحي ما بيعرفش يطلع يمسك الكوره او حتى يطلع الكوره. وفي كذا كوره محمد صبحي طلعها كورنر، ما طلعهاش حتى اوت، لا طلعها كورنر. تمام، فانا اقوم عامل ايه بقى كزمالك؟ انا عرفت بقى خلاص، يعني انا وانا قاعد في بيتنا
بتفرج على الماتش، مش مدرب، ما بقبضش دولار، مش لعيب بقبض وبقول انا عايز وعايز. انا لا، عبد فقير الى الله قاعد في البيت بتفرج على الماتش. يا جماعه ما تدومش اوتات. ازاي ما تدومش اوتات؟ مفيش حاجه اسمها كده. لا، في حاجه اسمها كده. ما العبش على الطرف، دخل الكره القلب. عندك ناصر ماهر، عندك عبد الله السعيد، تمام، عندك المفروض سيف جعفر معاهم كمان، عندك خوان بزيره. دول هيلعبوك في القلب، دول يلعبوك كره في القلب. لكن انت ازاي؟ انت سلمت نفسك لمدرب وادي دجله اللي هو ايه؟ الشوط الاول دخل في جون، بس لعب الشوط على مزاجه هو، اللي هو مش هجاريك كره في قلب الملعب، مش هديك مساحات، انا هضغط عليك وهزنقك يمين او شمال في طرف الملعب عشان اخد اوت، عشان اخش ال 18 بتاعتك. اللي هو ايه بقى؟ هو بقى عامل تكتيك للاوت، هو بيشوف ان في وسط الدربكه هجيب جون. فكر مدرب يحترم طبعا، تمام، مدرب كسبك يحترم غصب عنك وغصب عني. قبل ما نتكلم على الشوط الثاني، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وتصلي على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الكومنتات. تمام. الشوط الثاني ما كانش فيه حاجه خالص غير هم 3 حاجات هنتكلم فيهم: تغييرات المدرب، الجون الاول، الجون الثاني. نبدا بيهم بالجون الاول. الجون الاول لما دخل، انا هجيبها لك في لقطه دلوقتي. انا لعيبه الزمالك ضغط على اللاعب اللي معاه الكوره في ناحيه اليمين، اللي هو عشان يمنعوا العرضيه، تمام. فانا دلوقتي عايز اسال لعيب سؤال واحد: حسام عبد المجيد، انت اللي جايبك هنا؟ يعني انت ايه اللي جايبك هنا؟ انت خارج بره ال 18 والكوره المفروض ان هي تتعمل عرضيه، ليه؟ يعني انت سايب المساحه اللي في ظهرك دي كلها اللي اللعيب قطع فيها ولف وشاط براحته، تمام، على ما محمود الونش جاي يغطي عليك على المكان بتاعك وهو اللي لبسها. لا، بس هي مش غلطه الونش. الونش ليه غلطته الثانيه اللي هي ما تغتفرش. لكن انت غلطتك، انت ليه سايب المساحه دي كلها؟ سايب المساحه دي كلها ورايح انت ليه محضن هنا؟ انت ليه راكن هنا؟ واقف اول لما الكوره اتعرضت قمت حاطط ايديك ورا ظهرك عشان البلانتي. لا والله، بلانتي يا باشا، ده لعيب لوحده استلم والكره عيلت منه ولف وحطها. نيجي للجون الثاني. انا مش هقول لك عليه حاجه ومش هشرح فيه حاجه عشان اللي حصل في الونش ده عيب في حقه، بس الكره من البدايه غلطه احمد فتوح. فانا مش هتكلم على احمد فتوح فني واقول له يا ابني راجع نفسك، راجع نفسك، عشان خاطر ما تبقاش يعني انت رايح في سكه. انا شايفك صالح جمعه، ما اعرفش ليه شايفك صالح جمعه وابراهيم سعيد، مش في المستوى، لا في الدماغ. انا شايفك انت صالح جمعه وابراهيم سعيد. فراجع نفسك يا ابني، ربنا يكرمك، عشان اللي حصل منك النهارده كلفنا 3 بونت، ممكن يكلفك دوري، بلاش دوري، ممكن يكلفك مشاركه في دوري ابطال. فنرجو من اللعيبه كلها تركز وتلم بعضها. اللعيبه والفرقه فيها كباتن، فيها كابتن زي عمر جابر، فيها كابتن زي عبد الله السعيد، فيها كابتن زي الونش. المفروض يلموا الفرقه عشان خاطر احنا عايزين نعمل حاجه السنه دي نفرح بيها ونفرح بيها الجماهير، تمام. هنيجي نتكلم بقى على تغييرات المدرب. تغييرات المدرب، انا عندي سؤال واحد غير ان التغييرات كلها في اوقاتها غلط، تمام. انا دلوقتي انا ليه بغير 3 مره واحده؟ انا ليه بغير 3 مره واحده؟ انا لما هغير 3 مره واحده انا شلت ربع الفرقه، يعني انا شلت ربع الفرقه ونزلت 3 تانيين عشان ال3 التانيين دول يبداوا يخشوا في المباراه. انا محتاج وقت، وانا بقى كنت في عرض الدقيقه، يعني انا كنت في عرض الدقيقه وانت بتنزل 3 عشان يبداوا ينسجموا في المباراه. وعشان برضه ابقى فاهم حاجه، انا ليه ادم كايد انت مرحله شمال يا عم؟ انت بتلعب ب2 مهاجمين اللي هو شيكو بنزا وناصر منسي، تمام، وناصر ماهر لما قبل ما يطلع كان مرحل شمال، قمت منزله مكان ادم كايد، تمام، نزلت ادم كايد مكانه قصدي، وخليته هو مرحل شمال. بس ادم كايد ما طلعش الكوره عشان مش مركزه، يعني هو عشان مش مركزه، تمام. انا دلوقتي انا ليه التغييره بتاعت محمد السيد دي ما كانتش صلاح مصدق؟ تمام، ليه ما كانتش صلاح مصدق
مكان سيف جعفر اظبط الملعب، زي ما قلت لك في الاول، اظبط الملعب يا عم، اظبط الملعب. صلاح مصدق يلعب مكان سيف جعفر، خلاص الملعب اتظبط. محمد اسماعيل، ليه انزل محمد السيد اللاعب اللي اساسا غايب؟ يعني اللعيب غايب، ما لعبش من السنه اللي فاتت وعنده حوارات ولسه لعيب صغير، هيجدد مش هيجدد، ليه العبه يا عم؟ ليه العبه؟ انا مش فاهم. انت النهارده دماغك كانت فين؟ انت كمدرب، كاداره الماتش 0/10. يعني انت مدرب النهارده كاداره للماتش انت 0/10. انت النهارده اثبتت لي ان فعلا الكره دي دماغ. لا انت كمدرب ما عرفتش تقرا الملعب، ما قريتش الفرقه اللي قدامك، ما ذاكرتهاش كويس. المدرب اللي قدامك اللي هو لسه شاب صغير وهيبقى مدرب كويس فعلا، وان شاء الله ربنا هيكرمه، لا مدرب ذاكرك كويس ولعب على نقط الضعف بتاعتك وعرف واحترم نقط القوه بتاعتك. انت لا احترمت نقط القوه بتاعته ولا عرفت تلعب على نقط الضعف بتاعته. تمام؟ والماتش كله مشى، احنا مضغوطين، حتى لما اتطرد منهم واحد احنا برضه مضغوطين، ما رحناش بكره على الجون. يعني احنا ما رحناش بكره على الجون. تمام؟ خلاص اللي حصل حصل، قدر الله ما شاء فعل. ماتش ب3 بونت. كان نفسنا الهديه اللي بيراميدز اداها لنا على طبق من ذهب امبارح نستغلها او نستفيد بيها، بس لا حياه لمن دولادي. يعني مش هيكون الزمالك غير لما يعمل فينا كده. انت فاهم؟ مش هيكون الزمالك غير لما يخلينا نقعد نلف حوالين نفسنا ونحسب حسبه بيرما. احنا الفرق بيننا بونت، الفرق بيننا بونتين، وممكن نرجع نندم على ال3 بونت بتوع وادي دجله دول. والله ارجو منك تراجع نفسك وتلم الفرقه، عشان ماتش المصري ماتش صعب وممكن يبقى سبب في الاقاله بتاعتك. وبكده تكون خلصت حلقتنا. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه وفي ماتش جديد.